سلام. اليوم جبت لكم نشرة شطرنجية، أخبار دولية عالمية وأخرى محلية وطنية. نبداو بالأخبار الدولية العالمية. عندنا واحد الدراما شطرنجية جديدة ما بين هانس نيمان والفريستايل تشيس. صراحة هي بحال تقول الملامح ديال دراما جديدة ديال هانس نيمان. دابا كاين الفريستايل تشيس، اللي ما كيعرفش الفريستايل تشيس راه كنديروا عليه تغطيه بطبيعه الحال. هو واحد البطوله اللي جات مقابل فهمتي الفيدي، مهم قصه تا هما بيناتهم علاش، حيت بغاو يسميو بطل العالم، وفيدي ما بغا اللي هو الاتحاد الدولي ما بغاهمش يعطيو لقب بطل العالم. المهم ولكن بداو كيلقاو بعض المرات شويه كيتصالحوا شويه ما كيبغيوش بعضياتهم. المهم من البطوله تاع الفريستايل تشيس غاديه. الفريستايل تشيس كاين خمسة البطولات قرروا يجروهم هذا العام. دارت الاولى في المانيا اللي هي المركز ديالها. هذا الفريستايل تشيس كيفاش بدا؟ هو ماغنس كارلسن اللي هو بطبيعه الحال افضل واحد في العالم حاليا، تلاقى ودار واحد الشراكه مع واحد المليونير باش يعطيو واحد القيمه للفريستايل تشيس. الفريستايل تشيس هو شطرنج 960 او لا راندوم فيشر. الا بغيت تعرفوا عليه اكثر راه كنديروا تغطيه، درنا التغطيه البطوله اللي فاتت اللي دات في المانيا، ودابا كاينه بطوله في باري. دابا البطوله اللي كاينه في باري بزاف د اللعابه كيتانفيتاو بحال بطل العالم بطبيعه الحال ديال الاتحاد الدولي اللي هو كوكاش كيتانفيتا. ماغريس كارلسن ديما كاين. المراكز الاولى ديال البطوله اللي فات كاينين فهمتي، يعني كاين فينسنت كايما اللي دا اللي فات في المانيا نيت خونا ما باش يخرج من دارو بلا ما يديها. ماغنس كارلسن بطبيعه الحال حي كان جا الثالث، فابيانو كانوارو كان جا الثاني. ولكن وكيوقعوا اقصائيات، وكاين شي وحدين كيانفيتيوهم بحال شكون انفيتاو هاد المره. انفيتاو هانس نيمان. هانس نيمان كان متحمس، خونا متحمس صافي، قال له بغيت نجي يا سلام، حيت شحال هادي ما تيانفيتيوش للبطولات وديما تيقول لهم وقعوا لي مشاكل وداكشي. انا لا من افضل اللاعبين في العالم حاليا وما تنفيتاش للبطولات بسبب الدراما اللي وقعت شحال هادي. ولكن دابا تانفيتا، كلشي كيتسنى عن سليمان بغا يجي يلعب لينا في الفريستايل تشيس وكذا، بيلعب لنا راوند روبين فيها الرابيد، مرة بينا ندوزو الكلاسيك يا سلام. يمكن توقع شي حاجه بين زعما شي لقاء بينه هو بين ماغنس كارلسن او لا هيكارو ناكامورا، والقضيه تكون زوينه وتروح يكونوا ناضيين. والبريانسيس شويه قبل يومين تقريبا من ما تبدا البطوله اللي بدات في 7 ابريل، السيد تي صافي ما تينسحب، وتا واحد ما كيعرف علاش، والقضيه ساكته. لا هو قال اش واقع، لا المدرب ديالو اللي هو كرامنيك فلاديمير كرامنيك اللي ما كيعرفوش راه هو بطل العالم سابق وحاليا عنده حتى هو تيقاد الدراما على قبل الغاش وداكشي في تشيسكوم ايتترا. بجوجهم ما تسمعاتش عليهم الهضره، حتى واحد ما عارف اش واقع، حتى واحد ما عارف علاش انسحب هانس نيمان. بلانو ما فيه هو انه ما يمكنش تحكم. دابا خرجوا دي رابور ودي زارتيكل تيقول لك هكا ما هكا فريستايل تشيس قرروا انهم يديروا واحد البلان ديال ديتيكسيون ديال الغش جديد فهمتي، يعني بيديروا واحد داكشي امني اكثر. ولكن حتى واحد ما عارف واش بصح هذه هي الغيزون، وبطبيعه الحال حشومه نقولوا هذه هي الغيزون، حيت بطبيعه الحال هانس نيمان رغم كل شيء ما عندها حتى معنى انه يسمع بانه كاين ديتيكسيون تاع الغش جديده وينسحب. اصلا السيد لعب بطوله العالم تاع الرابيد والبليز وقدم مستوى زوين، يعني باش نكونوا واضحين. يعني هانس نيمان حتى دابا ما عليه حتى شي حاجه. يعني هاد لي زارتيكل اللي اعتقد انها اشاعات. البلان انه ما فيه يمكن يكون هانس نيمان نيت عنده شي مشاكل عائليه، يمكن يكون عنده شي وعكه صحيه ما باش يهضر عليها. المهم حتى دابا حتى واحد ما عارف اش واقع. المهم هانس نيمان انسحب وقبل بيومين، يعني صعيب باش تعوضوا. ولكن عيطوا لعبد الستار، وعبد الستار بعد فيه كان شاده، كان في اوزبكستان ولا شاده في شي قاره كاع ما كاينه. والسيد جا كيجرب باش يلعب، والسيد قدم يوم اول في الرابيد الراوند روبين ناضي بالجهد. يعني حتى دابا هو متصدر هو وماغنس كاسل مرة اليوم الاول ديال الراوند روبين اللي منها بيتاهلوا الناس الكار فينال. 8 الاولين كار فينال، 4 الاخرين بيتقسموا بطوله، ولكن لعبوا بيناتهم كلاسيك باش يحددوا المراكز الاخيره على قبل البرايس ماني وعلى قبل الترتيب. صراحه صعيب نهضروا في هذا الموضوع حيت هانس نيمان يعني باقي ما قال حتى حاجه وما كاين حتى شي حاجه فهمتي يعني. ولكن غريب شويه انه انسحب بهذه الطريقه. ربما تكون شي مشاكل شخصيه، حيت خونا بصح كان متحمس انه يلعب هذه البطوله. هو اصلا باغي يلعب هادشي كما قلت لكم حيت بغى يتحدى الافضل في العالم، واللي هما مثلا كاين ماكس كارلسن، فابيانو كاروانا، هيكارو ناكامورا، بيتحداو في هذه الفورمات الجديده وبيكونوا طروحه رابيد وبيكونوا طروحه كلاسيك. يعني بيبين على راسو بطبيعه الحال حيت طاعوا له اعوام
بسبب السكوندال اللي وقع على الغاش، واخا ما لقاو عليه حتى دليل، ولكن هو تاثر نفسيا ومنها تاثرت لا كارير ديالو، حيث ما بقاوش يانفيتيوه بطبيعه الحال يلعب البطولات. المهم هذا هو الشطر الاول. دزنا من الاخبار الدوليه العالميه، هذا صراحه خبر كان داير ضجه حاليا في عالم الشطرنج. ندوزو الاخبار الوطنيه ديالنا. في الاخبار الوطنيه عندنا حاليا تجرى الاقصائيات ديال البطولات المغرب بالنسبه للتايم كنترول ديال الرابيد والبليتز. يعني الناس اللي عندهم 2000 بلس في الايلو هذوك دازو ديريكت لبطولات المغرب، يعني واخا يكون عنده 2000 بلس في الكلاسيك دوزوه ديريكتومون واخا في الرابيد والبليتز، حيت المستوى بطبيعه الحال طالع. وبالنسبه للناس اللي عندهم اما اقل من من الايلو او ما عندهمش الايلو كاع، فراه لعبوا بيناتهم تصفيات او اقصائيات جهويه، كل جهه نظمت اقصائيات. هادشي كنهضر على يعني الاوبن، يعني المفتوحه اللي كيلعبوا فيها زعما الناس لي فيتيرون وداكشي كامل. عاد كاينين بطبيعه الحال الفئات حتى دابا. اعتقد بزاف ديال الجهات سالاو كاع الاقصائيات ديالهم، خصوصا المفتوحه. الفئات باقين كاين اللي دار الفئات قبل الاوبن. المهم حيت البلان ما كاين هو انه بطولات المغرب ديال رابيد والبليز غادي يدار اعتقد في شهر 5 في شي وقيته فيه من البدايه اما الوسط بحال هكاك، وبتكون بطبيعه الحال منافسه شرسه. صراحه بلان زوين هادشي اللي دارت الجامعه الملكيه المغربيه للشطرنج بانهم داروا بطوله المغرب تاع البليز والرابيد. صراحه حيويه غتعطي اكثر ما تكون غير ديال الكلاسيك. صراحه مبادره زوينه. الناس اللي عندهم مع البليز والرابيد ما عندهمش مع الكلاسيك بطبيعه الحال، اللي كياخذ شويه الصبر والوقت طويل، اللي عندهم غير مع طاق داكشي تاع البولاد فهمتي. البليز تاع الرابيد كاين اللي ما يديش مع الرابيد، يعني اللي عنده مع البليز حتى هو مرحب به بطبيعه الحال، وعنده دي شونس ديالو يبقى يمشي يلعب الاقصائيات. بطبيعه الحال كنت علمتكم شحال هادي على هذا البلان، حيت خرجت لكم البروغرام في نشره شطرنجيه سابقه ديال الاقصاء ديال البروغرام ديال البطولات المغربيه، وكاين مازال جايين عاوتاني بطولات المغرب ديال الكلاسيك اللي بيوقعوا التصفيات حتى هما. بيجيو بطولات المغرب ديال الفروق. يعني قضيه صراحه بدات يعني كتحرك بجد، وبغينا نلعبوا نيت. بزاف الناس باغيين يلعبوا. هادي جات الفرصه اللي باش تشارك. بطبيعه الحال ابسط حاجه دير هي انه اذا سقلتي بحال هكا مثلا التصفيات اللي فاتوا ماشي مشكل، ما يبقاش هكا الحال، بالعكس تعطيك وقت اكثر انه تريني، والعام الجاي ترجع اكثر اقوى بكثير. الكلاسيك باقي ما داز، يعني في يدك اش دير، خاص تنخرط مع جامعه ولا جمعيه ولا نقولوا نادي شطرنجي بطبيعه الحال معتمد، يعني تابع الجامعه الملكيه المغربيه للشطرنج، باش انهم يقدوا لك وراقك، وانه تولي انت عندك واحد الفرصه انك تشارك في هذه الاقصائيات المستقبليه. اذا سقلتي هذا العام هذا الموسم ماشي مشكله صاحبي، يعني سير تريني مع راسك، سير وجد راسك. بالعكس يمكن تعطيك كما قلت لك فرصه انه العام الجاي ترجع تجيب واحد المستوى طالع، يمكن تطلع الايرون انت كاع في هذا العام ودوز ديريكتومون. هادشي اللي بغينا فهمتي، يعني بغينا المنافسه تكون قويه بزاف. كنتمنى هاد النشره الشطرنجيه تكون عجباتكم. حتى لهنا وصلنا النهايه ديال نشرتنا. تهلاو.